التقيت مع إنسان شاب قال لي أنا مهندس خيوط، درست في أوروبا في رومانيا، وأنا موظف في معمل كبير في دمشق، لكنني أصاب بالصرع، إما في مركبتي وفي خطر كبير، أو في السيارة العامة، أو في الطريق، أو في مكتبي، أو في البيت، وفي اليوم أو في الأسبوع عدة مرات، يعني من 3 مرات إلى 5 مرات. قال لي أنا أكاد أسحق. لماذا أنا كذلك؟ طبعاً استقر في ذهني أن الصرع أذية في الدماغ ومرض عضال، لكنه أراد جواباً غير هذا الجواب. لماذا أنا كذلك؟ يعني لماذا يفعل الله بنا هكذا؟ فالتقيت به في البيت وشرحت له، لكنني قلت له: الله عز وجل يقول: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. فأصغى إلي إصغاء يفوق حد الخيال. قال: ما معنى هذا الكلام؟ قلت: مستحيل وألف ألف مستحيل أن يسوق الله لعبد شيئا يزعجه أو يؤلمه ما دام مستقيما على أمره، والدليل هذه الآية: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. لذلك بعد هذا الكلام اهتم اهتماما كبيرا، وأخرج من جيبه ورقة وبدأ يكتب. قال لي: ماذا تأمرني أن أفعل؟ ذكرت له أداء الصلوات بأوقاتها، غض البصر، ضبط اللسان، ضبط العين، ضبط الأذن. يعني ذكرت له فيما أذكر قريب 40 بند كلها كتبها من شدة ألمه من هذا المرض. هذا المرض كاد يحطمه. والله أنا بعد أن خرج شعرت أنني تورطت. كيف تورطت؟ لعلها أذية لا تشفى. أنا وعدته أنه إذا استقام على أمر الله تزول هذه الأذية هكذا. فلي درس يوم الجمعة، أول جمعة يأتي قال لي: الحمد لله، هي أول أسبوع بحياتي لم أصب بأية نوبة، والله كأنني ملكت الدنيا. قلت: يا رب تسلم. جاء الأسبوع الثاني قال لي: أيضا هذا الأسبوع الآخر لم أصب بأية نوبة. أذكر أنه جاء أسبوع ثاني ثالث رابع وأنا لا أصدق من الفرح أن الذي ذكرته له مؤيد بكلام الله. الله عز وجل صدق هذا الكلام، يعني أبعد عنه هذه النوبات. في الأسبوع السادس لم يأتي إلى الدرس، جاءته نوبة معنى ذلك. والله قلقت أشد القلق. لكن في الأسبوع السابع جاء قال لي بالضبط: لا تقلق على مبدئك، أنا أخطأت مع الله. في هذا الأسبوع أخطأت فجاءتني نوبة في الطريق. يعني معنى مؤمن تأتي وعوده محققة، تأتي أفعاله مصدقة لوعوده. فإذا الله وعدك بحياة طيبة، وعدك برزق وفير، وعدك بحياة آمنة، وعدك بالسكينة، وعدك بالحكمة، هذه الوعود زوال الكون أهون على الله من ألا تحقق هذه الوعود. لكن إن لم تحقق نحن السبب. يجب أن نتهم أنفسنا. الله غني عن تعذيبنا، والآية واضحة: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكراً عليماً.